كنت راجعة من بره قبل الفطار بساعتين وميتة من الجوع. قلت اعمل اكلة تكون فخمة وسريعة. قررت اعمل الاكلة الرسمية في المطاعم، بيكاتا بالشامبينيون. البيكاتا من المطعم الايطالي، بس هم كانوا بيضيفوا لها ليمون وزبدة من غير مشط. لما انتشرت في المطابخ العالمية كل واحد ضاف لها حاجة، زي انهم شالوا الليمون وضافوا المشروم. بس قبل ما نحضرها مع بعض ما تنسوش دعمكم باللايك والكومنت. قطعت مشروم وبصلاية متوسطة. انا قلت الراجل يقطع اللحمة بيكاتا، بتكون اتخن سيكة من البفتيك، بس تقدروا تستخدموا بفتيك عادي او تقطعوا اللحمه شرايح لو مستعجلين انها تستوي. انزل باللحمه اديها تشويحه في الزبده لحد ما تاخد لون، وبعدين اطلع اللحمه. وفي نفس الطاسه اللي حمرت فيها هنزل بالبصل لحد ما يتكرمل، واضيف المشروم وبعدين معلقه دقيق واقلبهم لحد ما يدوبوا. هنزل بشويه ميه وهبهر بملح وفلفل بس، وهرجع اللحمة علشان تستوي. البيكاتا بتستوي على نار متوسطة. الخطوة الأخيرة بنزل بالكريمة اللباني، أخليها تغلي غلوة واحدة بس على النار علشان الكريمة اللباني متفصلش. أطفي عليها وأحطها في طبق التقديم. تقدروا تعملوا جنبها رز بسمتي أبيض أو بطاطس بيوريه. أنا عملت رز أبيض. طبعا كان وقت الفطار جه يا دوبك، بس قدرت اصور قطعة واحدة علشان تشوفوا قد ايه طرية. وبكده وصفتنا خلصت. السلام عليكم.